أمستردام مدينة رباعية الشخصية. تشعر عند زيارتها بأنك ربما انتقلت إلى كوكب من السحر. هي العاصمة المنشغلة دوما، ومدينة العشاق الغارقة في رومانسية الألوان، ومدينة الثقافة والفن. هي عاصمة هولندا، المملكة البرلمانية، بأراضيها التي يقع نصفها تحت مستوى سطح البحر. وفيها عدد من المتاحف، منها متحف الرسام فان غوغ الشهير، الذي يقدم للسائح تجربة بصرية فريدة إلى جانب لوحات فان غوغ الثمينة. أما الساحات والأسواق فهي متناغمة تماما في هندستها المعمارية مع الجو الساحر للمدينة، وأشهرها ساحة دام سكوير، حيث المعالم السياحية والأسواق التجارية والأنشطة الثقافية المختلفة. ولكن تبقى قنوات أمستردام قصة أخرى. بنيت القنوات المائية في القرن ال17، وهي تطوق المدينة، تستخدم للنقل والتجارة. وفي عام 2010 ضمت إلى لائحة مواقع اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى دورها في إضفاء جو من الهدوء والسكينة على المنطقة. كما أن الجسور فوق القنوات مرصوفة بطريقة فنية جميلة، تكسوها الأزهار الملونة على الجوانب وعلى ضفاف القنوات. تنتشر الأشجار الباسقة والعمارات التقليدية الجميلة والنصب التذكارية. لا بد من رحلة عبر القنوات المائية لترى المباني الجميلة الخريفية اللون بمعظمها، وتسمع عن تاريخ البناء وحروب هولندا وملوكها وفنانها. وسيلة أخرى للتنقل في أمستردام هي الدراجات الهوائية، فلا تتوقع أن يكون لسيارتك مكان في المدينة. ووسائل النقل العامة داخلها تعتمد على الترام الكهربائي، والحافلات مخصصة لخارج المدينة فقط. لذا فالتجربة الأجمل والأجدى هي الدراجات الهوائية. إضافة إلى البيوت العائمة على ضفاف القنوات، هناك أبنية أمستردام القديمة العالية، وهي متشابهة في الشكل وضيقة نسبة للنظام الضرائبي القديم الذي يزيد كلما كبر الحجم الداخلي للمنزل. وينتهي
والطابق الآخر بعلية صغيرة تعطي الطابع العام للمدينة. سنواصل السفر ونرجو منكم الاشتراك في القناة حتى نتمكن من زيارة وجهة أخرى.